جميع الكلام اللي كتسمع على الدجاج، كاين اللي كيقول لك فيه الفلوس وكاين اللي كيقول لك ما فيه الفلوس، كل واحد شنو كيقول لك كتبقى غير وجهة نظر، كل واحد وجهة النظر ديالو. انت ما غاديش تاكد منها الا جربتي، انت لا دخلتي وتوكلتي على الله وجربتي تما هي اللي كتشوف ديك وجهة النظر واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. كاين اللي كيقول لك مثلا الا ما عندك المسرح ما عندكش الفلوس، وكاين اللي كيقول لك الا ما درتيش الفقاصه ما كاين الفلوس، وكاين اللي كيقول لك الا ما درتي 1000 دجاجه ما عندكش الفلوس. كل واحد شنو كيقول لك، كيقول لك راه مشروع فاشل من الاصل ديالو كاع، كل واحد واش شنو كيقول، وكتبقى غير وجهة نظر كل واحد شنو كيقول من خلال شنو كيدير هو. الا فشل كيقول لك المشروع ما منه شيء اصلا. كاين اللي دخل بشي طريقه معينه كيقول لك هذه الطريقه باش دخلت انا وراه فيها الفلوس وكذا. كل واحد كيقول لك على حسب الطريقه ديالو، على حسب العقليه ديالو والتجربه ديالو. كاين اللي كيقول لك مثلا الا ما خدمتيش بالازوله الدجاج ما منه والو. خدمت انا بها فواحد المده وكان فيه شويه ديال الصوف ومن بعد حيدتها وباقي الحمد لله خدام. يعني داكشي كلشي غير وجهات نظر، كل واحد وشنو كيقول. ما يمكنش دير شي حاجه الا ما جربتي، بتبقى ديما غير كتسمع. جرب وشوف، تكل على الله. ولكن حاجه وحده خصك تكون عند جمع معلومات، وخصك تقرا شويه وتبحث مزيان باش ما تطيح في شي مشاكل. وشوف الناس المشاكل فاش طاحت الناس ما تعاودش انت تطيح فيهم. وحاول توسع من حيث التسويق باش تقلب على طرق باش تربح مزيان. وهكا دوك الوجهات النظر اللي كتسمع عند الناس تقدر تشوفهم واش صحيحه ولا ما صحيحه، من غير هكاك ما يمكن لكش تعرف.